عوافي، كيفكن؟ شو أخباركم؟ مثل العادة الله يسعد أوقاتكم، مساكم، صبحكم، محل ما تكونوا موجودين. عملنا اليوم كوردون بلو بس بطريقة البكالوريا. يعني عملنا النسخة الأصلية وعملنا نسخة مجددة مطعمة، أعطيناها كم لغة جديدة بالزيتون. ورح أعمل صوص الفطر مع بدل البشاميل. صوص الفطر عملته كمان بطريقتين بحيث يواتي او يناسب الجميع. هلا صدر الدجاج ما بده كيمياء لتجيبوه، بده معرفة ولا شيء. افتحوا الصدر كله، انا نصيحة مني مشان تطلع القطعة كبيرة قدر الامكان. هلا هون على طاولة انا حطيت شوية مي، وانا بحط هون البلاستيك هذا الغذائي. ليش المي؟ مشان تلزق مثل الصمغ وما بتتحرك وبتعذبني وقت الدق. واذا في عندكم كيس نايلو كبير او ورقتين كبار زبده او شيء بتدقوهم، ما راح نختلف. يعني بدكم تحاولوا الدق يكون على الخفيف بأداة غير محدبة مسطحة. يعني إذا في عندكم كاسة شاي كبيرة من هاي تاعيت ال 15 سم ممتازة، بيمشي الحال. شوية ملح، شوية فلفل أسود، وعندي هون جوز الطيب أو حب الهال. يعني فيكم تقولوا على ذوقكم، على كيفكم، البهار اللي بتحبوه. أنا رح أحط لها مرتديلا دجاج. طبعا فيكم تحطوا نوع المرتديلا اللي بدكم إياه، وأي نوع بيناسب أكيد. هو بس حفاظا على الجبنة مشان ما تطلع من خوارزمية الدجاج خلينا نقول. وحطينا جبنة أشقوان. وعندي هون أنا الخاص فيني الزيتون منقوع بالثوم وزيت الزيتون، صار له فترة وطالع طعم خيالي مع الروزماري. أكيد طريقة اللف مثل ما شايفين، ما بدها كيمياء ولا بكالوريا ولا تاسع بلاستيك. تضغطوها مزبوط، بتلفوها على الجناب. الفكرة كلها من هالطريقة هي تفريغها من الهواء لقطعة الدجاج، وبنفس الوقت ضغطها كتير مشان ما تفلش بالقلي. وهالطريقة بنستخدمها كتير مع الزبدة، مع كريمات فيها أجبان أو زبدة، وفرجيكم إياها إن شاء الله لاحقا. القطعة الثانية أنا عملت شوية إضافة، غير أنه حطينا التركي اللي هو مرتديلا الدجاج زائد الجبنة الأشقوان. حطيت أنا هون جبنة فرنسية كريمي، هي براي تشيز اسمها. هذه هيك ردة فعلها حلوة بالفرن مثل الابتدائي، يعني طعمها قريب شوي على الحلاوة، وبس تتعرض لهيك شوية حرارة بتعمل ردة فعل مثل ما قلنا حلوة، وبتضحك وبتصير بتغني. نفس الشيء بنلفها لقطعة دجاج منيح ومنفرغ منها الهواء، وبنحطهم بالبراد. يفضل ينحطوا بالبراد. وراح اجهز انا لصوص الفطر. الفطر هذا شغل مزارع، وشغل المزارع هذا ما بده غسل بالمي لانه بيشرب مي كتير، انما يمسح مسحا بمنديل مبلل بمي باردة. راح افرم شوية بصل انا خشن او ناعم ما بيأثر، لاني راح اطحن غالب او نصف الصوص. معلقة زبدة كبيرة على نار وسط. بشوح البصلة تشويح بدون ما يتغير لونها. رشة ملح خفيفة، ما كتير ملح. رشة فلفل أسود. دقيقة دقيقتين قبل ما يتغير لونهم بضيف الفطر المقطع. الفطر المقطع أول ما بنزله ما بحركه نهائيا، ولا بحط ملح بالبداية مشان ما ينزل سوائل كتير وما يسود لونه. بقلبهم شوي بيكون امتص الفطر السوائل من البصل وتحمر شوي. بضيف لهم هلا انا خير الله ملح، خير الله ملح يا جماعه، يعني حسب الذوق، ما تدققوا على الكلام. ورشه فلفل اسود. تقلبتين ثلاثة أو دقيقتين ثلاثة مع شوية زبدة، لأنه بيكون عندي الفطر امتص كل السوائل والزبدة اللي نزلتها، وشوية توم، يعني شي سنتين ثلاثة. هلا بنرجع بنكمل الصوص. عندي أنا هون 3 4 بيضات حسب كمية الدجاج الموجودة. رشة ملح على البيض. أما على طحين فراح أحط ملح وفلفل أبيض. بحركهم شوي. وأنا عندي هون البانكو. البانكو شو هو؟ هو خبز ياباني مخبوز على البخار، ما مشكلة إذا ما موجود تحطوا أي كعك مطحون او كورن فليكس مطحون، رح تكون النتيجه مختلفه شوي. اذا في بانكو يفضل انه تعملوه بالبانكو، بيعمل ذهب، لون ذهبي، وبيعمل كريسبي اكثر مثل العاده والطريقه الازليه، واللي ما بدها ابدا لا كيمياء ولا بكالوريا ولا حتى تاسع. طحين، بيض، كعك. نتركهم على جنب وبنكمل الطريقه على كل القطع الدجاج. هيك بكونوا قطع الدجاج جاهزين للقلي. وفيكم كمان تلفوهم ببلاستيك وتحطوهم بالفريزر، بيضلوا عندكم 6 شهور او اكثر. وقت العازة بتقلوهم. أنا عندي هون الزيت فوق الوسط حتى حرارته حامية شوي. طبعا ما مقصودة، ولكن اضطريت أحط ال5 قطع كلهم مثل ما هن مشان تبرد حرارة الزيت معي ويصير درجة حرارته معتدلة وخرج عليه. أنا أخده معي تقريبا 12 دقيقة لأنه حجمهم كبير. وعبيت المقلاية. إذا بدكم تحطوا حبة حبة تاخذ تقريبا 6 دقائق إلى 8 دقائق، وهذا الشيء بيطول معكم أكثر وقت. لذلك عملوا حبتين 3 بكل قلية. خلصوا عندي صاروا مثل الذهب. وقبل ما يبرد الزيت بحاول انا اشيل بمصفاية تبعية الشاي هالقطع اللي نزلت من الكعك او من الجبنة. برجع بنكمل الصوص. عندي انا هون تقريبا نصف لتر كريم الطبخ او حليب بيمشي الحال. الحليب بس بده يطول ليكثف، بيحتاج اكثر وقت واكثر نشا.
خير الله ملح، رشة فلفل أبيض، بغليهم شغلة 10 دقايق ربع ساعة حتى ياخد طعمات كله مع بعضه. رح اسكب بالصحن الفطر الأول اللي هو بدون طحن، وراح أطحن نصف الفطر. فيكن تقولوا صوص الفطر المطحون. هذا الصوص بصير شوربة تماما إذا أنتوا بس زدتوا كمية ماء دبل، يعني نصف لتر حليب مع نصف لتر ماء بصير عندكم شوربة جاهز للدواء. هي الحبة الأولى اللي عملناها بالزيتون، كان صعب علي دور عليهم بس طلعت فعلا شكلها حلو كتير، رائعة جدا، لفتة حلوة، استواء ممتاز. حبيت كتير إضافة الزيتون المخلل بزيت الزيتون، لأنه هذا ما بس زيتون مخلل بالماء، إنما أنا ناقعه بزيت الزيتون والروزمارين، عطى طعم رائع. ملوحة مع حلاوة، لبقى كتير مع المردديلا والدجاج والجبنة الأشقوان. أما الثانية اللي هي مع جبنة البراي تشيز مثل ما شايفين، قوام رائع جدا ممتاز، والطعم كمان رهيب رهيب فعلا. اثنيناتهم طلعوا بيرفكت. انا ماني من عشاق الكوردون بلو، بس هي انطلبت مني كتير لذلك عملتها. انا بالنسبة إلي الشيء الاساسي بهالفيديو هو صوص الفطر المطحون وصوص الفطر السادة. هذا بنعمل مع دجاج، مع سمك، مع لحم، مع دجاج مقلي كريسبي مثل ما شايفين هون. بنعمل مع كتير شغلات، حتى بنعمل شوربة إذا ضفنا نحن زائد الكريمة اللي حطيناها مع صوص الفطر قدهم مي، يعني نص لتر كريمة نص لتر مي أو نص لتر حليب مع نص لتر مي، بيطلع عنا شوربة الفطر. شي روعة، جربوها وإن شاء الله ألف صحة وعافية. لا تنسوا أهم شي تعليقاتكم الحلوة، لايك وإعجاب بالصفحة، متابعة إذا ما متابعني، سبسكرايب على كل قنواتي بكل التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله بنشوفكم على خير. رمضان كريم، واكتبوا لنا بالتعليقات إذا بنعطيها شهادة بكالوريا لهالوصفة ولا لا. يلا السلام عليكم، شفناكم بخير.